ويسعدنا أن يكون ضيفا معنا في فقرتنا الأسبوعية بنحكي تاريخنا الباحث الأثري الدكتور إسلام زغلول. دكتور إسلام، أهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد وبكل الساده المستمعين الكرام. طبعا واحنا يعني بالامس بنحتفل كلنا بيوم الشرطه المصريه وعيد الشرطه المصريه. مهم جدا ان احنا يعني نقلب في مذكراتك التاريخيه للتعرف على الشرطه المصريه في مصر القديمه، والتاريخ هو اللي بيؤكد وبيقول انه يعني مصر واحده من اقدم الدول اللي كان عندها جهاز للشرطة لحماية الجبهة الداخلية. خلينا نتكلم مع حضرتك عن الشرطة المصرية في مصر القديمة، كيف نشأت وكيف كانت وما هي القيم والمبادئ اللي ما كانت وما زالت راسخة في عقيدة الشرطة المصرية عبر التاريخ. يعني الحقيقة احنا بنحتفل كلنا كمصريين بعيد الشرطة ال 72، لكن انا بقول لا، هو مش 72 سنة على انشاء الشرطة المصرية، ده انشأت منذ 5000 سنة، منذ تأسيس أول حكومة مركزية عهد الملك مينا نعرمر واستقرار البلاد وإحلال النظام وحل النظام في البلاد وفرض السيطرة التامة والأمن والأمان. لكن خليني مع حضرتك نتفق ونحيي رجال الشرطة كلنا، ومفيش بيت فيك يا مصر أو عائلة فيك يا مصر ما فيهاش نفر، أو نفر ده لغة مصرية قديمة يعني عسكر واحد أو رجل واحد عسكري أو ضابط أو مسؤول عن الشرطة صغير أو كبير إلا موجود في جهاز الشرطة المصرية. كل بيوتنا موجود فيها من يعني يقدم لنا الحراسة عن الشرطة، فوافر الاحترام والتقدير لهذا الجهاز العظيم، جهاز الشرطة المصرية اللي بياخد شق آخر مع الجيش المصري لمؤمن حدود مصر الخارجية، والشرطة تؤمن حدودها الداخلية وفرض السيطرة والأمان. فرسالة حب وتقدير للشرطة المصرية. أما عن تاريخ الشرطة المصرية عهد حضارتنا العظيمة العريقة الحضارة المصرية القديمة، فاحنا بنقول احنا عندنا أول حكومة مركزية في الدنيا كلها كانت سنة 3200 لما الملك مينا أنشأ أول حكومة مركزية وفرض الأمن والأمان منذ قمع أهل الشمال المتمردين الغير حابين للأمن والأمان والاستقرار. فعندنا لوحة الملك مينا نعرمر تؤرخ ازاي قصة الصراع الملك مينا، ويعني ازاي قمع الناس المتمردين دول، وبدأ منذ هذا التاريخ تكوين حكومة مركزية فسم شرطة مصرية. ومن هنا بنبدأ حكايتنا ان احنا بنقول احنا اول دول العالم في تأسيس الشرطة المصرية. كان شعارها ايه؟ كان شعارها في مصر القديمة الغزال الطيبي او الملك، صفة الملك بيضرب عدو او بيضرب لص. وهنا مش معنى الملك ان هو بيضرب لص، دي رسالة من الفنان المصري القديم بيقول فيها ان الخير بينتصر على الشر. يعني بنقول كان الرئيس الشرطة ده لازم يحمل لقب كان بيحمل لقب يعني غريب جدا، واستغربت الحقيقة في بحثي عن هذا الموضوع العظيم. كان بيحمل لقب يعني حامل العلم، يعني كنت متوقع حامل السلاح، حامل السهم، حامل يعني البلطة، لكن الراجل يعني في مصر القديم يعني اعطاه لقب مميز جدا، حامل العلم. ربما حامل العلم، نعم، ربما يعني محيط علمه بكل شيء ما يحدث في الدولة. وده اعتقد هو ده المعنى اللي كان يقصده جدنا المصري القديم في حامل العلم، يعني عارف كل صغيرة وكبيرة عن كل ما يدور في البلاد حول. وده يعني اللي وصلت لحضرتك، وربما يكون ده صح، لكن ده اقرب يعني تكهن لهذا اللقب العظيم. اي حد يقول لك حامل علم، الراجل ده بيدرس، الراجل ده عالم، الراجل ده بارع في علم معين. لكن الحقيقة ده كان لقب رئيس الشرطة، يعني بمثابة دلوقتي رئيس قسم، من لديه كامل المعلومات عن كل شيء في الداخل. ربما يعني بالظبط، طبعا في هذا التوجه بالظبط. وكان تسليحهم الحقيقة وصل لنا تسليحهم في مقبرة عنخ
خنوم وايضا خنوم حطب. ده احنا بنتكلم في الاسرة الخامسة يا جماعة، يعني مش هنتكلم في الدولة الوسطى ولا الحديثة، ده احنا شغالين منذ العصر البدائي للتاريخ المصري القديم. كان عهد الملك مينا كان ماسك المقمعة، يعني عمود حديد وفيه حجر وبيضرب بيه الاعداء يبطشهم على راسهم. ووصلنا في الاسرة الخامسة تسليح راقي جدا، كان الكرباج، النبال، السهام، العصا المعكوفة، الأحبال للتقييد، وأيضا كمان الدرع الواقي للراجل العسكري أو الشرطي. وبقى هنا عايزين نشوف رجال حتى البحث الجنائي ورجال المخابرات في مصر القديمة كانوا بيستعينوا بإيه علشان يجيبوا اللص زي ما يقولوا كده من يعني عقب الجريمة ومتلبس. كان عندنا النهاردة بنستعين بالكلاب البوليسية علشان التعرف على الجرائم وانواعها ان كان متفجرات او مخدرات. فالكلب عنده حاسة الشم، يقدر يجيب اللص، يقدر يجيب هذه الممنوعات الممنوعة طبعا. لكن في مصر القديمة الكلاب وصلت لنا متأخر. كان المصري القديم والراجل الشرطي في مصر القديمة بيستعين بقرد البابون. له قدرة كبيرة جدا على حاسة الشم، له قدرة كبيرة جدا على السرعة الفائقة جدا، يمكن أسرع من الكلب. يعني احنا عندنا في مقبرة أستاذ محمد مقبرة عنخ خنوم وأيضا مقبرة خنوم حطب، ده أسرة خامسة. عندنا الراجل بيصف منظر السوق في مصر القديمة، المتجر، وبنشوف البياعين وبينادي زي السوق بالظبط، منظر شهير ومنظر مهم جدا ومنظر ظريف كمان. يعني الراجل بينده للزبائن تعالوا خدوا بضاعتي، وبيفرد لهم القماش، والتاني بيفرد لهم السمك. في وسط ده كله كانت ست بتشتري الحاجة والراجل بيحطط ايده على بقه الاتنين كده، قال يعني بينادي بأعلى صوت زي ما بيحصل برضه دلوقتي. وفي وسط ده كله، وسط الغافلين، في لص بياخد الخضروات بدون ما احد يشعر. لكن سرعان ما جاء رجل الشرطة واطلق عليه قرد البابون. فقرد البابون في الصورة بتوضح لنا ان هو بيجيبه من عقب رجليه عند كعبه كده علشان يلحق باللص ويمسك باللص. يعني مناظر شهيرة جدا تحدثنا عن الاستعانة بأسلحة هامة جدا من الشرطة المصرية القديمة. وايضا كمان عندنا يعني اسلحة حديدية كان رجال الشرطة بيستعينوا بيها. لكن عايزين نقول ان فائدة الشرطة في مصر القديمة كانت وتتركز في ايه؟ اولا في حماية الارواح يا استاذ محمد. حماية الأرواح كان المغزى الرئيسي لرجال الشرطة في مصر القديمة. واحنا عندنا إثباتات كثيرة جدا، ده احنا كانت عندنا يعني ربما كانت تقسم إلى جرائم سنوية وجرائم كبرى يعني بمقام الجنايات حاليا، والسنوية بمقام الجنح. لكن كان عندنا رقم واحد القتل ممنوع في مصر القديمة. طبعا ده الاساطير منهم اسطورة اوزوريس وزيس تمنع ده وبتبلغنا ان ده كانت عادة غير محمودة على الاطلاق، ويعاقب عليها الراجل المفتعلها وغيرها من الجرائم. فائدة الشرطة حماية الارواح. 2 الممتلكات العامة. ايه هي الممتلكات العامة من وجهة نظر حضرتك مستمع الكريم؟ 1 خلي بالك، 1 المقابر الملكية والمقابر عامة، ده رقم 1. 2 المعابد. يعني الراجل المصري القديم ده رتب ده، وربما انا كمان اتفق واتكهن معاه في ده، حماية الممتلكات الجنائزية ويعني روحانية ايضا ودينية. ان كان مقابر فيها ذهب وفيها ممتلكات وفيها اساس جنائزي، فكان على رجال الشرطة موجودين فعلا في حماية هذه الممتلكات ايضا. والممتلكات العامة امثال المعابد. كان طبعا شفت في تمثال اسمه تمثال الكتلة يا استاذ محمد، هنقول لك تمثال الكتلة ده الراجل الغفير، يعني قريبي وقريبك وقريب كل المصريين، اللي بيقعد في الحارة زمان وقاعد مقرفص كده وحاطط الجلابية بتاعته على تقرفصته، ما تبانش بقى رجله، ما تبانش وشه، هو بس فقط ظهره
وراسه اللي باينين من الكتلة دي. فالتمثال في الفنان المصري القديم عمل تمثال بالظبط زي ده، اسمه تمثال الكتلة، حجر وطالع منه الراس بس وفي الظهر، اشبه حراس المعابد قديما. يعني كان يعني حتى الخمسينات والاربعينات كانوا الحراس في الشوارع بيقعدوا كده في زقر من السقعة وبيتداروا في الجلابية بتاعتهم، فبيغطوا كلهم مع الترفيصة. فتمثال الكتلة دي كمان كان له فايدة ان هو بيسمح بعدد كبير من الأسطر والكتابة والصفة وهكذا، وكمان كانت يسهل على الفنان صناعته. كانت طبعا هذه هي وضعية الحراس في المعابد في مصر القديمة لحماية الممتلكات العامة. كما ايضا كمان ترتبت في الاراضي الزراعية، كانت طبعا مهم جدا الاراضي الزراعية، لان الاراضي الزراعية مش ملك الفلاح، هي ملك الدولة، يعني طبعا كانت ملكية، فكان يجب مراقبة هذه الامور ان كان اراضي زراعية وحراسة المعابد وحراسة الارواح. لكن ايضا ترتبت في موضوع مهم اخر كمان، وهو يعني فرض الامن والحريات، الست تمشي زي ما هي حابة من دون احد يعترضها. وايضا كمان جمع الضرائب، فائدة الشرطة المصرية. كان مهم جدا ان احنا نعرف كمان ان مصر القديمة وصلت عهد راجل اسمه أمنحتب الثالث، كل يعني هذا الرجل صديقنا الصدوق دايما بنتكلم عنه، عهد الأسرة 18، لما في عهده القراصنة احتلوا البحر المتوسط وبدأوا يبقوا في غارات من القراصنة في عهد هذا الرجل أمنحتب الثالث. الراجل ده على فكرة كان عهده سلام، كان عهده ما فيش حروب، كان عهده استقرار، لكن كان في مناوشات ان كانوا داخلية ان كانوا خارجية، سفينتين ثلاثة ييجوا يعتدوا على المناجم، كانوا ييجوا وهكذا. لكن كان الراجل ده فكر في فكرة عبقرية انشأتها يعني يعني الحياة المعاصرة حتى الآن، وهو أنشأ الحكومة النهرية. يعني دخلنا كمان في اطار الشرطة المتخصصة. بالظبط، ايوه بالظبط، الشرطة البحرية المتخصصة لمنع التسلل القراصنة لنهب خيرات البلد. وهنا كانت فكرة عبقرية الحقيقة، وصنع المراكب المحصنة والمسلحة والمزودة بالجنود، ويعني الأسلحة اللي تقدر من خلالها تبيد هذه القراصنة. ومن هنا نقدر نقول احنا يمكن أول ناس في الدنيا تعرف الشرطة البحرية والشرطة النهرية حتى لعدم تسلل الأعداء. عهد لأسرة 18 الملك أمنحتب الثالث. من ضمن أيضا المهام المهمة للشرطة جمع الضرائب، والضرائب دي كانت شيء مهم جدا عند المصري القديم. واحنا عندنا استروقات شقف فخار كتير مكتوب عليه يعني بطاقات وإيصالات ضرائب كثيرة جدا من الفلاحين، ويجمعهم العمدة ورئيس الشرطة ونائب رئيس الشرطة اللي كان مختص بهذا الأمر، بيجمعهم علشان نقدر نأكل الفقراء من الشعب، وأيضا كمان نقدر نأكل رجال الشرطة من الضرائب دي. وأيضا من أهم ما يدور حول موضوع حماية المواطنين، وهو دلوقتي ما أشبه بالرقابة الإدارية، جهاز في الشرطة المصري القديم لمراقبة المكاييل والشكاوي في الأسواق. يا أستاذ محمد، وصلنا لهذا الرقي في التعامل مع الموضوع الشرطة المصرية القديمة، هو حمى المواطن فعلا بهذا الأمر واستغلاله التجار حتى عبر العصور. يعني وانا بقول من هنا كان ربما كانت طبعا يعني بمباحث التموين هنا بالظبط زي ما احنا نشوف. يعني احنا بنتكلم في شرطة نهرية، مباحث التموين، الراجل اللي بيستعين في البحث الجنائي بقرد البابون علشان يجيب الراجل الحرامي من رجله قبل ما يجري. وكان المسجون في مصر القديمة له اسم، السجين كان بيسمى هنر هاء نون راء، هنر لعشاق اللغة يعني المصرية القديمة كان بيسمى هنر. وكان المساجين بيسموا هنرو، بنضيف دبلو على طول او واو للجمع بدل الواو عندنا.
هنورو. وربما يعني يتوقع بعض العلماء، يعني ربما اتفق معهم لكن ده رأي مطروح، كانت تتكون الكتيبة من رئيس الشرطة اللي هو بيطلق عليه حامل العلم، يعني راجل رئيس اسم يسمى رئيس الشرطة او حامل العلم. يقول لك الكتيبة دي كانت موجود فيها 3 فصائل، يعني كل فصيل موجود فيه 50 جندي، يعني بمعنى الكتيبة فيها 150 جندي ب3 فصائل، كل فصيلة 50، ورئيس الشرطة ونائب الشرطة. يعني ايضا من ضمن التسليح والمواد الغذائية اللي كان بيسلح بها رجال الشرطة هي حزمة من الغذاء وحزمة من الاعشاب، والكلام ده شفناه في مقبرة اخرى غير مقبرة طبعا عن خانوم وخنوم حطب، مقبرة اخرى اسمها مقبرة راجل اسمه نب امون ومقبرة خويا بتل العمرد. بيصف فيها بيقول ايه: مركز الشرطة في عهد تل العمرد عهد اخناتون، طبعا كما جاء في عهد مقبرة راجل اسمه محور ده كان رئيس الشرطة يا استاذ محمد عهد الملك اخناتون، اسرة 18. بيقول الشرطة كان فناء يعني اشبه مركز الشرطة او بيت الشرطة، كان فناء واسع له باب واحد، وانا اعتقد علشان يعني لو في لصوص جوه ما تحاولش تهرب الا من الباب ده، فيكون في تكدس عسكر كتير تقدر تمسك الراجل الهارب ده. فناء واسع له باب واحد محصن بالاسياج الكبيرة، ويوجد طبعا كان بيوت صغيرة حول الممتلكات العامة اللي انا ممكن اطلق عليها دلوقتي اكشاك للحراسة، زي العسكري او اللي بيقعد فيها دلوقتي اكشاك للحراسة على المعابد وداير ما يدور حول البيوت والمعابد. من القادة نقول في الشرطة النهرية يمكن من أحسن الأسماء اللي وصلت لنا في قيادة الشرطة النهرية أو البحرية هو ساع عنخ، أيضا عهد أخناتون. طبعا احنا ما ننساش إن أبو أخناتون هو اللي مؤسس الشرطة النهرية من حطب الثالث، فالأمر كان يعني مش غريب على أخناتون إن هو يكون في عنده قائد بارع اسمه ساع عنخ ابن الحياة يعني، والشرطة الملكية ايضا. ودي بقى الملك والحكماء كانوا بيقولوا فيها: اتخذ لنفسك من تصف فيه يحميك، مش زي دلوقتي الحرس الخاص او الحرس الملكي او الحرس الجمهوري. بالظبط، يعني ده ايضا كمان يعني احنا يعني لو حضرتك يعني تتفضل معايا تعد، هنعدينا دلوقتي يمكن اكثر من 3-4 انواع من الشرطة في وقت وجيز جدا، وما زال البحث يعني قائما على هذا الموضوع الفريد يعني اللي مضيء فيه الحضارة المصرية الحقيقة اللي احنا صدرناه للعالم كله. بنأكد ان مصر هي امن وامان داخليا قبل خارجيا وخارجيا قبل داخليا. لكن دكتور محمد عندنا بردية ظريفة جدا اسمها بردية إبوت. بردية إبوت دي بتحدثنا عن زي كده السجلات بأسماء المسجونين وأسماء الناس المجرمين، ودي بنسميها أيضا يعني في أيضا بردية اسمها سرقات المقابر. ودي حدوتة جميلة جدا نحكيها في دقيقتين. الراجل عمدة البر الشرقي في طيبة شرق النيل وعمدة البر الغربي اتخانقوا مع بعض، فاللي حصل في عهد رمسيس التاسع واتخانقوا مع بعض. عمدة البر الشرقي بيتهم عمدة البر الغربي، بيقول له: انت راجل لص، راجل بتسرق مقابر الاجداد، راجل بتنهب ذهب الخيرات ذهب الاجداد، وانت راجل لص وحرام. فعمدة البر الشرقي ما سكتلوش، قال له: لا ده انت اللي راجل حرامي، وبيتهموا بعض. قال له: انت اللي بتسرق المقابر. فالملك عرف بالحديث، حقق في البحث الجنائي. رجال البحث الجنائي في مصر القديمة حققت في الموضوع، جابت الراجل البلطجي ده. ايضا كان في عصابات نسائية اللي وصلوا لده علشان يسرقوا المقابر الملكية، كان مشغلهم الراجل البلطجي اللي هو عمدة البر الغربي. تبين بالامر وتبين بالبحث ان عمدة البر الغربي هو المدان، ومكتوب في اسمه ان هو طبعا مدان بده، وقدر ان هو ياخد جزاؤه، وقدرت الحكومة المصرية ان هو ياخد جزاؤه ويعين بديل له، وتكريم عمدة البر الشرقي. وقدروا ان هم يعرفوا عن طريق الضرب والضغط على اللصوص ايضا بمعرفة مخازن
السرقات، وقدروا ان هم فعلا يرجعوا الممتلكات الجنائزية للمقابر في عهد هذا الرجل. بردية بولاق ايضا عندنا في الاسرة 13 بتؤكد لنا ان في صف ايضا كمان كان يعني زي كده، مش هنقول بقى يعني سلاح خاص، لكن يعني فيلق مخصوص خاص، كان راجل يعني بمثابة رئيس القرود البابون، زي عندنا دلوقتي مسؤول في يعني الكلاب البوليسية وتدريبهم وتوزيعهم على الجنود. صف طويل عريض جدا موجود في هذه البردية من العساكر، كل عسكري بياخد قرد واحد من البابون بيمسك بيه بأشبه حبل بأشبه سلسلة، لكن كان من أهمهم طبعا هذا المنظر اللي بيؤكد فيه ان كان في راجل مسؤول امام هذه الصفوف وبيلوح ويشير ويدي تعليمات لرجال الشرطة، اللي كل شرطي موجود معاه قرد بابوني اللي كنت بيستعين بيه للمسك بالراجل اللص. ايضا من سمات رجال الشرطة لما الراجل الشرطي بيتعين، اول شيء بيحلف اليمين الا يخون ويحمي عمله، طبعا لازم يقسم الا يخون، وطبعا يحمي الممتلكات والطرقات. واحنا عندنا هنا شيء مهم جدا في الشرطة المصرية راقي. ايه هو الشرطة المصرية القديمة؟ كان شيء راقي جدا ان هو بتستعين بالمختصين في جميع العلوم لكشف الجريمة. نعم. يعني رجل الشرطة ما يقولش لا انا اللي هجيب وانا اللي هو، لا والله الراجل اللي صاحب المعادن او صاحب المناجم، لان الشرطة طبعا كان من اهميتها ايضا حماية المناجم، لان المناجم طبعا فيها ذهب فيها معادن فيها نفائس، فيعرف من خلاله هل الراجل اللص ده يقدر يشيل المعادن من المسافة كذا للمسافة كذا، ويجيب طبيب هل الجرح اللي في رجله ده بقاله قد ايه، اشبه دلوقتي يعني الطب الشرعي وما يستعين به الشرطة المصرية حاليا في جميع التخصصات. وهنا يعني شفنا الشرطة المصرية القديمة تستعين بكل الوسائل اللي تقدر من خلالها جمع المعلومات لإظهار الجريمة. ده احنا عندنا الملك رمسيس عندنا الملك يعني المنحت الأول في الأسرة ال 12 بيقول لابنه بينبه اوعى يا ابني، بيقول لي سمسرة الأول اوعى يا ابني حد يعني يضللك ان هو انا اللي قتل الملك ابوك، واجمع المعلومات وخاف الا تظلم احدا، يعني اجمع المعلومات كويس، اوعى تظلم حد ان هو اللي قتلني في اغتيال الملك امنحت الاول. فبينبه ابن سمسرت الا يظلم حد ويجمع المعلومات كويسة جدا جدا علشان يقدر يوصل للحقيقة في عهد الاسرة 12. وبنقول في عهد راجل اسمه رمسيس ايضا الثالث بنقول ايه؟ يعني اشتهرت اللي بيقول في عهده بيفتخر، انتشرت الشرطة ايضا كمان في اماكن هامة جدا وهي الحدائق العامة. بدأ في عهد رمسيس الثالث أسرة 20 بدأ يبقى في الحدائق العامة، فالراجل ده بيفتخر بنفسه بيقول انا في عهدي انشأت الحدائق العامة لأن الفقير ليس لديه حديقة خاصة ولا حديقة في بيته، فأنشأت الحدائق العامة يعني عشان يمشي فيها الفقراء والنساء دون أحد، هو أشار للنقطة دي بشكل واضح، دون أحد أن يعترض النساء ولا يضايقهن النساء. فهنا يعني بيفتخر ان هو قضى على الظاهرة والفوضى اللي كانت قبله في شرطة الانضباط العامة. بالضبط. وكمان قضى على شيء مهم جدا بتفخر به، وهو نوعا ما من التحرش ومضايقات النساء في الطرقات. ايضا بيفتخر بده ويقول ان في عهدي قضينا على هذه الظاهرة، وكانت من مهام رجال الشرطة كل هذه المفردات اللي انا حبيت لنا اظهرها في عهد رمسيس الثالث. لكن بختم بمقولة حكيم في مصر القديمة بيقول ايه للراجل ابنه، بيقول كن صديقا لشرطي شارعك ولا تجعله يثور عليك. شيء رسالة مهمة جدا بنبعتها لكل مصري، لازم نكون عون للشرطة المصرية، اصدقاء للشرطة المصرية، لان الشرطة المصرية دي فيها واحد من بيتنا
فيها ناس بتحمينا ليل نهار. فتحية إجلال وتقدير لكل أفراد الشرطة المصرية وللدولة المصرية قيادة وشعبا وجيشا. نعم، يعني أجمل ختام في هذه المناسبة لاحتفال بعيد الشرطة المصرية إن احنا نقدم هذه التهنئة لأنفسنا أولا ولشرطتنا وقيادتنا، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وهكذا هو شعب مصر بكل مؤسسات الدولة المصرية، سواء كان الجيش أو الشرطة أو القضاء أو الرئاسة أو الحكومة أو الإدارة المحلية، كل مؤسسات الدولة مع الشعب المصري يد واحدة من أجل الارتقاء والنهوض بالدولة المصرية والعبور إلى بر الأمان. دكتور إسلام زغلول الباحث الأثري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الجولة الرائعة والجميلة والمفيدة جدا عبر التاريخ للحديث عن الشرطة المصرية، مبادئها، عقائدها، وأيضا تاريخها وتأسيسها والتخصصات التي كانت تنوط بها الشرطة المصرية واهتماماتها في الداخل في الدولة المصرية. بشكرا شكرا جزيلا، والقاك دوما على خير يا فندم. شكرا جزيلا. سعيد.